الملك في يوم من الأيام عزم كل الحاشية بتاعته على العشاء في يوم معين. حدد الوقت واليوم وقال لهم في تمام الساعة 9 تتجمعوا قدام باب القصر علشان يبدأ العشاء. بسرعة راحت الحاشية بتاعته في اليوم المزعوم ووقفوا قدام باب القصر، لكن محدش فيهم كان مستعد وإن هو يهم بالدخول للقصر. قعدوا كلهم يفكروا، يا ترى الملك عازمنا ليه النهارده على العشاء؟ واحد فيهم قال اكيد علشان حد فينا ما اشتغلش كويس وهو جاي عشان يعاقبنا. ورد التاني وقال او حد فينا سرق حاجه منه وهيعاقبنا كلنا. رد واحد وقال لا، بس الملك حريص ما يتسرقش منه حاجه. قعدوا يفكروا، قام رد واحد وقال انا فهمت، اكيد احنا كلنا مش قادرين نسدد الديون اللي علينا، فهو جايبنا النهارده علشان يستعبدنا ويستعبد اولادنا جزاء الديون اللي علينا. فضل كل واحد من الرعيه بكلمه لحد ما جه ميعاد العشاء والحاشيه كلها كانوا انصرفوا لمنازلهم. ما فضلش الا شاب واحد كان قاعد بيسمعهم في صمت وما نطقش بكلمه. دخل الشاب في ميعاد العشاء وقعد مع الملك وفاز بعشاء فاخر مع الملك. وهو قاعد انتظر المفاجأة اللي الملك كان قايل عليها في ميعاد العشاء. المفاجأة طلعت إن كل اللي حضر العشاء مع الملك هيعفى من جميع الضرائب والديون اللي عليها تسقط، نظرا لكرم أخلاق الملك. فرح الشاب وخرج فرحان من عند الملك. طبعا الناس كانت متلهفه تعرف ايه المفاجاه، فلما قال لهم حزنوا كلهم وخسروا بسوء ظنهم. وده يخلي ان سوء الظن دايما بيخليك تخسر. ما تخليش الشك ياكل قلبك وسوء الظن، احسن الظن باللي امامك. مساءكم، احسان الظن.